السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات على حضراتكم جميعا، ويا رب دايما في صحة وسعادة. هنتكلم النهاردة عن العلاجات الدوائية لمرض خشونة المفاصل. وزي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات بتاعتنا اللي متابعنا، ان الخشونة مش معناها ركب بس، هي الاشهر على الاطلاق، بس في مفاصل تانية ممكن تصاب بالخشونة زي الفخذ وزي مفصلين الفخذ او الهيب جوينتس وزي الاكتاف او الشولدرز، وبعض المفاصل الاخرى على حسب هي تعرضت لاصابة قبل كده او تم اجراء فيها عمليات جراحية او غيره. العلاجات الدوائية للخشونة بتنقسم لكذا نوع. ممكن ندي مضادات للالتهاب في وقتها حسب رؤية الطبيب المعالج، وإذا كان في التهاب في المفصل، وعرفنا قبل كده يعني إيه التهاب مفصل في فيديوهات سابقة. تاني حاجة بعد مضادات الالتهاب هي الكوندروبروتكتيفز، أو ما اللي احنا بنعرفها على إن هي محسنات المفاصل أو الأدوية أو المركبات الغذائية اللي بتحافظ على خشونة المفاصل او بتحافظ على غضروف المفصل من ان هو ما يتدهورش، وان حالة المفصل تسوء مع الزمن. ودي انواع كتير، على سبيل المثال في جلوكوزامين وفي كوندروتين سلفيت وفي ادوية فيها الدوايين مع بعض، وبعد كده في الكولاجين. والكولاجين ممكن يكون لوحده او مضاف عليه ادويه اخرى زي فيتامين سي او غيره تحسن من امتصاصه وبتحسن الكفاءه العمليه بتاعته. وممكن تكون الادويه دي في شكل اقراص، ممكن تكون في شكل ساشيتس او باودرز، اكياس بتدوب في ميه، وده بيقلل كتير من الاثار الجانبيه للادويه زي حموضه المعده وغيرها من الاثار الجانبيه للادويه الاخرى. وممكن التوبيكالز او الحاجات الموضعيه بتستخدم برضو حسب حاله العيان وحسب رؤيه الطبيب المعالج. دمتم جميعا في صحه وسعاده، ونلتقي دايما على خير.